بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا دايما بصحه وبالف خير. اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو بتاعنا النهارده كده فيديو هيثير الجدل. هنغسل الفراخ بالفل بتاع المواعين عشان انا زهقت بصراحه كده من ريحه الزفاره بتاعه الفراخ. ماشي. اتمنى منك كده تشجعيني باللايك والاشتراك وتعليق، تاخدي تعليق كده حلو منك، وتاخدي جوله بسيطه في قناتي المتواضعه، ان شاء الله تستفيدي معايا. من فضلكم يا جماعه اشتركوا في القناه واعملوا لايك للفيديو. لو سمحتوا يا جماعه اشتركوا في القناه واعملوا لايك للفيديو. بليز يا جماعه اشتركوا في القناه واعملوا لايك للفيديو. سيلفو بلاي اشتركوا في القناه واعملوا لايك للفيديو. يعني انا مش عارفه اقولها لكم بكام لغه عشان تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو. والله انا ما فاضليش ان انا نجيب عربيه بميكروفون وامشي وانادي اقول يا جماعه اشتركوا في القناه واعملوا لايك للفيديو. صلوا على النبي كده في التعليقات. وتعالي ما نشوف ايه حكايه البريل اللي هنشيل الزفاره بقى بتاعت الفراخ. ناس كتير قوي اشتكت من الزفاره بتاعت الفراخ، تقول لك مهما اغسلها بطحينه، بقرفه، بروزماري، بربع كيلو من الليمون، بفلفل حصى، برضك بنيجي ناكل الفراخ وبنلاقيها زفره. انا اقول لك على حاجات هي اللي بتخلي الفراخ بتكون زفره، واقول لك كمان على اقوى محلول نقل الزفاره بيحوش لك الفراخ، اي الزفاره من الفراخ. اذا كان فراخ، بط، حمام، كرشه، ممبار، ولا كوارع كمان هتحوش لك الزفاره منها. اتحداها بيه اي شنب، والله العظيم كده اتحدى بيه اجدعها شنب كده بمنتهى الصراحه، ان هو يجرب المحلول اللي انا هعمله معاكي دون وتلاقي زفاره في قلب الطيور بتاعته. بس شوفي الفيديو كده للاخر وجربيه واكتبي لي في التعليقات، ان شاء الله هيعجبك باذن الله تعالى. طبعا من اولها كده وبمنتهى الصراحه انا يا جماعه مش هغسل الفراخ بتاعتي بالبريل. انا شفت قنوات كتير وفيديوهات كتير جايبه ترندات ومشاهدات عاليه ان هم بيغسلوا البريل، الفراخ بالبريل، الفراخ او السمك. طبعا اول حاجه دي بتبقى غير صحيه وما ينفعش ان احنا نغسل الفراخ او السمك عشان نحوش الزفره بالبريل بتاع المواعين. كده غلط جدا جدا، ما هو صحي. طب هنعمل ايه عشان نحوش الزفاره بتاعتنا من الفراخ؟ اول حاجه لما انت تجيبي الفراخ ما تجيبيش مثلا، في ناس بتجيب 3 4 فرخات وتقوم عيناهم على طول من غير ما تغسلها وتقول لما اطلع الفرخه ابقى اغسلها. لا كده غلط. انت لما تجيبي الفراخ لازم تغسليها اول ما بتعينيها، قبل ما تعينيها في الفريزر، وما تسيبهاش من غير ميه. لما بتسيبي الفراخ كده من غير ميه برضو دي بتسبب الزفاره. هتجيبي الفراخ هتطلعيها كده من الكيس من عندي بتاع الفراخ كده، هتقوم حاطاها في بلاستيكيه وفيها ميه، وتحت الحنفيه هتفتحي الميه عليها وتبداي تغسليها كويس. شوف انا بغسلها ازاي، بمد ايدي جوه وبره كذا مره، بحوش اي دم معقود جواها كده، دي برضو بيسبب الزفار. اهو بدي ايديكي جوه احشاء الفرخه كده او المجني عليها. شوف انا بوريكي، شوفي في دم معقود جوه ازاي اهو. لما تدخلي ايديكي تحت الميه كده كذا مره جواها هشيل لك اي دم او فش او اي حاجه من جواها، دي برضو بتحوش الزفره. شوف انا بطلع ايه بايديا، الحاجات دي بتبقى موجوده بتشيلي منها الزفره بتاعتها. طيب وهنعمل ايه تاني؟ شفت المكان اللي هي منه بتبيض، اللي هو الزمالكه من الاخر يعني عشان ما تدوخكوش معايا، هتدخلي سبعك جواه وتغسليه برضو كويس كذا مره تحت الميه، وهتيجي من تحت الأجنحة كده وتغسليها كويس جدا. هتيجي هنا من عند الزور كده أو من عند الرقبة، شفت الخيوط اللي أنا بطلعها وبشدها دي؟ شايفة؟ دي خيوط أو عروق كده بتبقى موجودة في قلب الفرخة أو الغدد بتاعة الفرخة، دي برضو بتسبب الزفر. والحاجات دي احنا ما بناكلهاش، فعشان انت لما بتسيبي الحاجات دي بيكون بسبب الزفرة بتاعة الفراخ. تقولي مع اني انا غسلاها كويس، لا اغسلها كويس زي ما انا بعملها كده. شوفي شدي وطلعي كل الحاجات دي والخيوط والعروق دي معاكي، مش هتلاقي فيها اي زفر. والميه يكون سايبه تحت ايديك فوق ايديكي كده، حاجه صغيره كده بسيطه. خلاص صلاه ربنا على النبي يا جماعه، نصلي على النبي كده يا جماعه. طب في ناس بتقول لك انا جربت الطحينه، انا جربت الروزماري والقرفه والفلفل الحصى والحاجات دي كلها والجنزبيل وبردك وربع كيلو ليمون شرايح بلاقيه محطوط كده. والله العظيم انا بستحرم كميه الليمون اللي بلاقيها متقطعه على الفراخ، وبردك بتلاقيها فيها زفار. انا واحده من الناس جربت الترند بتاع الطحينه. يعني انا شفت ان الطحينه بتاعت الفراخ اللي الناس بتحطها على الفراخ عشان تحوش الزفره، الترند بتاع الطحينه دون جاب مشاهدات عاليه قوي. واحده من الناس جربت الطحينه بصراحه ما عجبتنيش. ليه؟ لقيت الفراخ ممزلقه معايا كده وما حبيتش الطريقه دي. طيب انا هقول لك ازاي تعملي المحلول دون بقى في منتهى السهوله وموجود في قلب مطبخك. 3 مكونات بس
هتقضي لك الزفار. وطبعا الناس بتقول لك انا بحط قرفه وجنزبيل وفلفل حصى وكمان روزماري، الحاجات دي هتديكي روايح بس مش هتقضي لك على الايه، على الزفار. تعالي بقى بعد ما غسلت الفرخه كويس كده ومرمطناها كده معانا من جوه ومن بره، تعالي نشوف هنعمل المحلول ازاي. نصلي على النبي كده في التعليقات يا جماعه، واكتبوا لي انت بتتابعني من اي بلد، ده حاجه بتبسطني وبتفرحني جدا جدا جدا. وخدي جوله بسيطه في قناتي ان شاء الله هتستفيدي معايا، واي حاجه تحبي تساليني عليها اكتبي لي في التعليقات وان شاء الله انا هرد عليكي. شوفي كده انا غسلت الفرخه اهو، بلاقي ريش صغير كده في قلب الفراخ كده، دي فراخ بلدي تربيه بيتي، الكيلو منها كان ب 100 جنيه. ما شاء الله يعني اللهم بارك، بألف هنا اللي هياكل يا رب. اهون غسلتها كويس اهون ونضفتها، وشوفي كل ما تغسليها وتنضفيها وتطلعي العروق دي معاكي هتبقى كويسه قوي معاكي ومش هتلاقي فيها اي زفر. اهم حاجه لما تجيبي الفراخ من عند بتاع الفراخي ما تركنهاش من غير غسيل، اغسليها على طول او حطها في الميه لو ما انتيش فاضيه، عشان خاطر ما تبقاش معقوده دم معاكي وتبهدلك بعد كده وتبقى ريحه الزفاره فيها ثابته. اهو شوفي انا بطلع منها دي كلها حاجات، انا بطلعها منها الحاجات دي كلها لو سبتها في قلب الفراخ بتاعتك هي دي اللي بتسبب لك الزفاره. خلاص كده انا غسلت الفراخ وشطفت الحاجه اللي انا عملتها بالبريل بقى كويس اللي هو الصينيه دي، وغيرت لها الميه وحطيت فيها الفراخ. تعالي شوفي شكل الفراخ بقى عامل ازاي، ما شاء الله. شفت الفراخ شمعتين منورين زي الفل اهو، وشوفي شكل الميه عامله ازاي. تعالي بقى لغايه هنا ونشوف بقى نعمل ايه. معايا هنا طماطمايه ومعايا هنا قرن فلفل اخضر، المفروض يكون قرن فلفل اخضر بس انا ما لقيتش الا الاطفال الصغيرين دول، وليمونه واحده بس. هي الفايده كلها في قشر الليمون، مش ربع كيلو ليمون شرايح تقطعيه وتسيبوهولي كده على الفراخ وخلاص، لا، مع شويه ميه هتنزلي بالطماطميه تقطعيها، هتفتحي الفلفل وتبصي فيه كويس جدا خلي بالك، وبعد كده هنقوم مقطعين الليمون وهنضرب الثلاث مكونات دول كويس قوي قوي مع بعض. التلات المكونات دول فيهم سحر جامد بجد حلو جدا جدا. عايزاكي بعد ما تضربوهم افتحي شفشق الخلاط وشمي الريحه بقى، ما اقولكيش على ريحتهم عامله ازاي، وانزلي بيهم بقى على الفراخ بتاعتك. واتحدى اي حد بيقول لي فيه زفار. عندك شويه دقيق حطي، شويه ملح حطي، اكتر من كده ما بنقعش الفراخ بتاعتي، بتشيلك اي زفار. هتشمي ريحه النظافه، هتحسي ملمس النظافه كده بايديكي. شوفي الفراخ هتلاقيها بالزفله كده في ايديكي من نظافتها ومن حلاوتها، بجد حلو جدا جدا جدا. جربيه وما انتش هتندمي. شوفي شكل الفراخ بقى عامل ازاي، والكبده بتاعتها بجد كانت تحفه. اتمنى مني كده ما تنسنيش في اللايك والاشتراك، وتقولي لي انت بتابعيني من اي بلد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.